وبنروح لغرفة الاجتماعات والقائد بيقول لمينا: عايزين نسمع رأيك بما إنك قائد المباشر، وإحنا عارفين إنك تعرفيه من زمان. فمينا بترد رغم كده لم أعطيه أي معاملة خاصة. فبيقولوا ليها: إحنا عارفين إن خليتيه يرسب، ونجاحه كان بسبب الرقيب هوشنا. وبالمناسبة إحنا أصدرنا قرارنا خلاص، وشهادتك مش هتغير حاجة، بس هنسمعك. فمينا بتبدأ كلامها: مش هقدر أقول إن كافكا إنسان أو كايو، بس هقول لكم عنه كضابط في قوات الدفاع. كافكا ساعدنا نكتشف نقاط ضعف الكايو في كذا مهمة، واشتغل بجد وأنقذ حياة رفاقه أكتر من مرة، وأنقذ الفرقة التالتة كلها من الإبادة. فبيقولوا ليها: يعني مش إنسان؟ فبترد: صح، بس لما انضم كانت قوته 0%. نجح كضابط متدرب رغم إنه سقط في الامتحان 12 مرة، وهو أكبر جندي عندنا في السن. بس مع كل ده ما استسلمش، حتى لما قوته كانت 0، وحتى لما جسمه تحول لكايجو ما بطلش يحاول ينقذ الناس. وانا من كل الناس اعرف انه بيكره الاستسلام، وبيهتم بالناس اكتر من اي حد، وانسانيته اكبر من الكل، واللي بيحدد ثقتنا في ضابط هو قلبه. فبيقولوا ليها: محدش طلب رايك الشخصي، بس القائد بيقول: شكرا ليك ايها النقيب مينا، تقدري تنصرفي. وبيصدر قراره، هو ان كايجو رقم 8 هيقاتل معانا ومش هنحوله لسلاح. ورغم اعتراض الكل بيقول كمان اننا نقدر نتحكم فيه، وما نقدرش ننكر انه ساعد الفرقة التالتة 3 شهور، ولو حولناه لسلاح مش مضمون انه هيكون بنفس القوة. ومع زيادة قوة الكايجو واحتمال يظهر اسراب اقوى من توقعاتنا، وقتها البلد دي هتتدمر. انا عايز استغل قوته المذهلة عشان تبقى امل للبلاد. ورغم كل ده الكل لسه معترض. وبعدها بنروح لكافكا وهو في الغيبوبة، وبيفكر انه يفضل الموت على انه يتحول لكايدو. وبعدها بيفوق وبيقول: انا حي، بس بينصدم ان القائد موجود، والقائد بيقول له: مش هأذيك. فكافكا بيرد: الحمد لله انك بخير، لو كنت اذيتك ما كنتش حاضر ابص في وش كوكرو. فالقائد بينصدم من كلامه، وبيكمل كلامه بيقول: ما دام انا لسه عايش يعني انت قبلت اني انسان. فالقائد بيرد: لو قلبك كان ضعيف كنت مت. وهقول لك قرار المجلس، وقرارهم هو انك كاجو، وهنقرر بعدين لو كنت تهديد. ودلوقتي الكل معارض انك تعيش، فيا ابن كافكا اثبت لهم انك عايز تعيش. فكافكا بيستغرب انه ندى باسمه، وبيقول: انا بعتبر نفسي ضابط وهخليك تفخر بيا.